بص حواليك شوية هتلاقي كل يوم ناس زي أندرو تيت وأليكس هرموزي وغيرهم كتير بيطلعوا يقولوا لك كلام زي فلوس أونلاين، دخل بالدولار، أو شغل من البيت. وأول ما تتفرج عليهم تتخيل نفسك على طول قاعد في كافيه باللاب بتاعك وقاعد شغال وبالك رايق وعمال تعد فلوس. أنت عارف إيه اللي يحيرك أكتر؟ إنك أول ما ترجع للواقع وتفوق من الحلم الجميل اللي أنت كنت فيه تحس إن الناس كلها حواليك بتعمل فلوس الا انت. وده طبيعي، ما انت كل اللي انت عمال تسمعه واحد يقول لك اتعلم مهاره، وواحد تاني يقول لك اشتغل في التداول، وواحد تالت خالص يقول لك اعمل متجر الكتروني، وانت قاعد بتسال نفسك ابدا منين؟ اتعلم ايه؟ وليه لحد دلوقتي انا قاعد بتفرج بس ومش عارف اعمل حاجه؟ علشان كده في الفيديو ده هوريك كل الامور على حقيقتها، وهعرفك ازاي تتعلم مهاره وتعمل منها فلوس حتى لو انت لسه طالب. خليني اقول لك كده ملخص سريع عن اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده. في الاول هعرفك انا مين وليه تسمع مني، وبعد كده هقول لك اصلا يعني ايه كلمه مهاره، ايه الفرق بين المهاره والسبوبه، والاهم من كده ان هقول لك على اهم المهارات اللي تقدر تتعلمها وتعمل منها فلوس وانت لسه طالب. بعدين هنتكلم عن ازاي تختار المهاره المناسبه ليك، وازاي تبدا تتعلم المهاره اللي انت اخترتها وتعمل منها فلوس. والسؤال الأخير اللي لازم أجاوبك عليه، هل في مهارة أحسن من التانية أو بتعمل فلوس أكتر من مهارة تانية؟ لكن قبل ما أبدأ حابب أذكرك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي زياد، عندي 22 سنة، وأنا عندي 17 أو 18 سنة تقريبا بدأت أسمع عن الشغل أونلاين وفكرة إني أعرف أعمل فلوس وأنا قاعد في البيت، والفكرة دي بالنسبة لي كانت مغرية جدا. وبما إني بحب الكمبيوتر من وأنا صغير بدأت أدخل في مجالات كتير وأتعلم حاجات عكس بعضها، لحد ما خلال سنة أو أكتر شوية قدرت أعمل فعلا أول فلوس من على الإنترنت. بعد كده بدأت أتعلم أكتر عن التدوين والمواقع واليوتيوب، ولفيت برضه في مجالات زي التسويق بالعمولة والمونتاج وغيره، وبدأ الإنترنت يبقى فعلا مصدر دخل حقيقي بقدر أعتمد عليه. فأنا دلوقتي الحمد لله بقى عندي الخبرة الكافية إني أخدك من مرحلة التوهان أو مرحلة البداية وأحطك على أول طريق أو أول خطوة تقدر من خلالها تعمل فلوس أونلاين. المهارة بكل اختصار يعني قيمة انت تقدر تقدمها لشخص معين ويدفع لك مقابلها فلوس. يعني مثلا لو انت بتعرف تصور فدي مهارة، ولو انت بتعرف تصمم صور مصغرة مثلا لفيديوهات اليوتيوب فدي برضو مهارة، ولو انت بتعرف تكتب فدي مهارة. ولكن مش اي مهارة تقدر تكسب منها فلوس او تحولها لمصدر دخل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هنفترض انك عندك مهارة الكتابة العادية، بتعرف تكتب بس مثلا مش بتعرف تكتب سكريبت او محتوى اعلاني او حاجه مطلوبه، فانت كده فعلا بتعرف تعمل حاجه وهي الكتابه، لكن الحاجه دي مش مطلوبه، وبما انها مش مطلوبه فانت مش هتعرف تعمل منها فلوس. لكن اللي بتكلم عليه بقى في الفيديو ده هي المهارات اللي تقدر تتعلمها وفي نفس الوقت تحولها لمصدر دخل ثابت ومستمر من الانترنت. فخلينا متفقين ان كلمه مهاره يعني هي قيمه بتقدمها لشخص، والشخص ده بيدفع لك في المقابل فلوس. المهارة هي شيء مطلوب وتقدر تبيعه لعدد غير محدود من الناس. يعني لو انت مثلا مونتير وماسك شغل مع حد او شركة معينة او حتى شغال كفريلانسر وحصل اي مشكلة وسبت الشغل بتاعك، فانت ببساطة تقدر تشتغل مع اي حد تاني محتاج الخدمة دي، لان الفكرة ان بقى اصلا عندك المهارة، يعني عندك الكونسبت او عندك الشيء اللي تقدر تقدمه للناس وتاخد في المقابل فلوس. فانت مش هتقف على شخص معين او شركة معينة او مكان معين تشتغل معاه، لا انت بقى عندك المهارة فتقدر تشتغل بيها مع أي حد أو أي شركة محتاجة الشغل بتاعك. وده على عكس تماما فكرة السبوبة، وهي إنك تعمل حاجة معينة وتاخد منها فلوس مرة واحدة بس. يعني مثلا هنفترض إن في لعبة وإنت عارف ثغرة فيها معينة بتجيب لك فلوس، طيب ما اللعبة دي بكرة هتقفل وبالتالي مش هتعرف تكسب منها أو مش هيبقى عندك مصدر تجيب منه فلوس. علشان كده هي اسمها سبوبة، يعني حاجة أنت بتعملها وبتجيب لك فلوس مرة واحدة بس. علشان كده أحسن طريق تمشي فيه هو إنك تتعلم مهارة أو مجال حقيقي، وده هيضمن لك إنه يبقى مصدر دخل ثابت ومستمر إن شاء الله. طيب ايه اهم المهارات اللي ممكن تتعلمها؟ في مهارات كتير جدا تقدر تتعلمها وتبقى مصدر دخل ليك، زي المونتاج، الجرافيك ديزاين، الاس اي او، التسويق او الماركتينج او البرمجه او الكتابه. لو قعدنا نعد المهارات اللي ممكن تتعلمها مش هنخلص. علشان كده هتلاقيني سايب لك في الديسكريبشن اهم المهارات اللي انا رشحها لك انك تبدا تتعلمها وتحولها لمصدر دخل حقيقي. علشان اختصر عليك كلام كتير، لا الفيديو اللي انا بقدمه لك ولا اي فيديو تاني على يوتيوب هيقدر يحدد لك المهارة او المجال المناسب ليك انت شخصيا، لان ببساطة كل شخص غير التاني. انت شاطر في حاجة معينة وغيرك شاطر في حاجة تانية، انت مهتم بحاجة معينة وغيرك مهتم بحاجة تانية. علشان كده مفيش حد يقدر يحدد الموضوع ده الا انت.
وهقول لك تعمل كده ازاي. انا في رايي ومن خلال تجربتي والحاجه اللي انا بعملها وبتنفع معايا، هو اني بجيب ورقه وقلم وبعد كده بعمل سيرش عميق عن كل المجالات او المهارات اللي اقدر اعمل منها فلوس من خلال الانترنت، وببدا اكتبهم قدامي على الورقه. بعد كده ببدا اكتب الحاجات اللي انا شايف نفسي شاطر فيها او عندي فضول ان اتعلمها واستمر فيها. لو عملت زي كده هتلاقي بقى معاك في الاخر مجال او 2 أو 3 بالكتير قوي. ومن هنا ابدا ادي كل مجال فتره معينه، يعني مثلا هنقول شهر، انك شهر مثلا بتتعلم برمجه، وشهر تاني بتتعلم جرافيك ديزاين، وشهر تالت بتتعلم تسويق. ومن خلال الفتره اللي انت بدات تتعلم فيها او تسمع فيها عن المجال وتطبق بايدك، هتلاقي في مجال معين انت بقيت حابه وحابب تشتغل فيه وحابب تتعلم عنه اكتر، وهو ده هيبقى المهاره المناسبه ليك. انت طبعا في البداية مش هيبقى معاك راس مال علشان تشتري بيه كورسات مدفوعة وتبدأ تتعلم، علشان كده انت قدامك مصدرين، انك تتعلم الاساسيات وتبدأ تحط رجلك في المجال وتعمل اول فلوس ليك اونلاين. رقم واحد هو اليوتيوب، الثاني هو الكورسات المجانية. ادخل على يوتيوب وشوف مين اشطر حد بيقدم المهارة اللي انت اخترتها وابدأ اتعلم منه اساسيات المجال بتاعك او اساسيات المهارة. كمان هتلاقي ناس في المجال اللي انت اخترته عاملة كورسات مجانية سواء داخل او خارج يوتيوب. ابدأ اتفرج على الكورسات دي وتعلم برضو منها علشان تتعلم كل الاساسيات. وبعد ما تتعلم اساسيات المهارة ابدأ طبق عليها بايدك في مشاريع حقيقية، وانت تلقائي هتلاقي نفسك في حاجات بدأت تقف معاك. الحاجات دي هتبدأ تخش تاني على يوتيوب وتبدأ تبحث عنها، ومع الوقت هتلاقيك بتتطور وبتعرف حاجات جديدة. وبالمناسبة هي دي الطريقة اللي أنا أو غيري بنبدأ نتعلم بيها أي مجال جديد بنختاره أو بنحب نتعلمه ونشتغل فيه. كل بس اللي أنت محتاجه إنك تكون فعلا بتعرف تعمل سيرش علشان توصل للحاجة اللي أنت عايز تتعلمها، سواء كانت في الأساسيات لو أنت في البداية أو الحاجات اللي وقفت معاك بعد كده. مفيش مهارة أحسن من مهارة تانية، أو مهارة بتدخل فلوس ومهارة تانية مش بتدخل فلوس، لأن كل حاجة بتبقى متوقفة عليك أنت. إيه أكتر مهارة أنت حابب تتعلمها وتقدر فعلا تفضل تتعلم فيها باستمرار وتطور نفسك؟ لما تلاقي المهارة دي هتبقى دي فعلا أحسن مجال ليك تشتغل فيه، ده لأنك هتعرف فعلا تبقى مميز في المجال ده وتقدم شغل مختلف عن اللي غيرك بيقدمه. واللي هيميزك أكتر كمان بقى إنك تعرف إزاي فعلا تجيب كلاينت. يعني انت دلوقتي لو عايز تتميز فعلا او عايز تعمل فلوس اكتر من اللي غيرك بيعملها في نفس المهارة، لازم تتعلم حتة انك ازاي تجيب كلاينتس. لان بيحصل فعلا ان في ناس بتبقى شاطرة جدا بس ما بتعرفش تجيب عميل. فلو عايز تميز نفسك يبقى تتعلم سكيل عليها طلب، مع انك تتعلم ازاي تسوق لشغلك وتجيب عملاء، وده في النهاية هيرجع عليك باكبر عائد ممكن. في النهاية حابب أقولك إن أهم حاجة علشان تبدأ فعلا طريق إنك تكسب فلوس أونلاين، إنك ببساطة تبدأ حط المهارات اللي مطلوبة في السوق قدامك واختار منها المهارة المناسبة ليك، وابدأ اتعلم أساسيات المهارة اللي أنت اخترتها وطبق بنفسك واعمل بورتفوليو أو معرض أعمال، وأنا بضمن لك 100% إنك هتعمل فلوس بإذن الله. وده ثقة في كلام ربنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكل المطلوب منك يا صديقي إنك تتوكل على الله وتبدأ. وعلشان بقى تبدأ صح لازم تكون عامل لي فولو على انستجرام، علشان بنزل هناك شروحات وتجارب حقيقية مش بنزلها على يوتيوب. هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. يلا مستنيك هناك.